السلام عليكم جميعا. النهارده هنصور حلقه جوه الجيم. انا عارف ان انا قلت من البدايه خالص وانا موجود جوه جيم ايجيبت ان انا مش هعمل حلقات تمرين او ان انا اوري نفسي وانا بتمرن او انا كان كل البرامج بتاعتي عن النصايح بس. لكن النهارده جالي رساله حلوه جدا يعني من شاب لطيف جدا اسمه عبد العزيز. هو بعت لي على الصفحه بتاعتي شخصيا عشان انا عارف السؤال اللي هيتقال، هو عمل معاك كونتاكت فين؟ انا عندي الصفحه بتاعتي honeyping.com، فهو كتب لي هناك. كانت عنده مشكله صغيره، وهو يعني عنده حافز جدا انه يتمرن ويلعب وجامد وعامل مجهود جبار يعني. بس النهارده حصل له حادث أليم مش لطيف قوي، كسر دراعه من هنا لهنا، دراعه مكسور دلوقتي. فكتب لي رساله قال لي يا كابتن معلش انا مش هقدر اتمرن تاني غير في شهر 5 أو 6 اللي جاي السنه الجايه، لان انا عندي دلوقتي دراعي مكسور وهياخد فتره طويله على ما يريكفر ويرجع تاني، وبعد كده هيبقى عنده المدرسه هتبدا. فكان هو بيكلمني مكسور من جوه، زعلان انه مش هيقدر يعني يتمرن ومش هيقدر يحافظ على النتائج اللي هو وصل لها وعملها في التمرين بتاعه. فانا قلت له اللي يعرفني واللي يعرف جيم ايجيبت استحاله يبقى مكسور واستحاله يبقى زعلان، واحنا دايما بنسبورت كل الناس وبنقف مع الناس كلها عشان خاطر نوصل لحلمنا اللي احنا عايزين ننفذه ايا كان الحلم، سواء ان انت عايز تخسس، سواء ان انت عايز تزيد، سواء انت عايز تبقى بادي بيلدر، سواء انت عايز تبقى فتنس، ولاد او بنات، انا مش فارق معايا، انا ما بتكلمش على حد معين. بس عبد العزيز رسالته هزتني شويه ان هو كان حزين جدا ومكسور ان هو مش قادر يكمل. فانا قلت له اللي يعرفنا واللي يعرف جيم ايجيبت واللي يعرف جيم ايجيبت والادمنز كلها احنا ازاي بندعم الناس انها تفضل مكمله في حلمها. فانا قلت له النهارده انا هنزل اصور لك حلقه مخصوص جوه الجيم، الحاجات اللي تقدر تتمرنها عشان ما تبطلش وتقعد في البيت وجسمك يزيد او يقل حسب يعني انت بتاكل زياده او بتاكل قليل، فجسمك هيبتدي يرياكت معاك يعني يا هيزيد يا هيقل. فانا قلت له احنا نروح الجيم ونكمل تمرين. قال لي ازاي يا كابتن انا دراعي مكسور؟ قلت له انا هوري لك. فتعالوا النهارده نتفرج انا هعمل له ايه بالظبط عشان يشوف ان هو ما يقدرش يقعد في البيت بس، لا هو يقدر يجي الجيم ويقدر يكمل بقيه مشواره، حتى لو عنده اعاقه في ايده او يعني كسر في ايده يقدر يروح للجيم ويقدر يكمل. خلينا نشوف هنعمل عبد العزيز دلوقتي طبعا الاسبوع هيبقى عندك طويل، فانت ما عندكش ان انت تقدر تاخد الاكتاف ومش هتقدر تاخد الظهر. انا هوريك تمرنه ازاي، بس انت مش هتقدر تاخد كتف ومش هتقدر تاخد صدر كتير لسبب الموضوع الكسر اللي في ايدك. فهناخد الرجل الامامي في يوم ونريح يوم، وبعد كده تاخد الرجل الخلفي في يوم وتريح يوم، وبعد كده هوري لك تاخد ظهر ازاي. بس اهم حاجه ما تبطلش الجيم، عايزك تيجي للجيم. اول تمرين هتاخد ليج اكستنشن اللي هو الرجل الاماميه هنا اهو، هتاخد 4 مجموعات وكل مجموعه عندك من 10 ل 15 عده. بعد كده هيبقى عندك الحركه الثانيه اللي هتعملها للرجل الامامي برضو على الليج بريس، جهاز الدفع، تطلع لفوق وتنزل للاخر، وعايزك تثبت 1 2 وتطلع وتنزل تاني برضو 4 مجموعات، وكل مجموعه هتبقى من 10 ل 15 عده. ما تشيلش اوزان تقيله لان انت اصلا عندك اجهاد في دراعك، فاحنا مش عايزين اوزان تقيله، انت تطلع وتنزل. بعد كده عندك خش رجل امامي تاني على الجهاز بتاع الهاك. لو ايدك مش هتساعدك ان انت تمسك من فوق عشان الكسر مش هتقدر تمسك من فوق، انت ممكن تحط ايدك تحت هنا على الظهر. بعد كده هتخش على الرجل الخلفي. انت دلوقتي عملت يوم رجل امامي، ال3 حركات اللي انا وريتهم لك، كل مجموعه منهم هتبقى كل دور منهم هيبقى 4 مجموعات، وكل مجموعه من 10 ل 15 عده باوزان خفيفه. ده كده يوم عندك في الاسبوع. هتريح يوم، واليوم اللي بعده تاخد الرجل الخلفي بس. اول حاجه الرجل الخلفي خدها اللي هو اللاينج داون وانت نايم. لو دراعك مش مساعدك ان انت تعمل الوضع بتاع ايدك هنا، امسك من تحت، ولو مش قادر تمسك ريح ايدك خالص.
عبد عندك بعد كده في الرجل الخلفي هتاخد على الليج كيرل. برضو 4، عندك 4 ادوار، كل دور من 10 ل 15 عده. اهم حاجه تنزل تركز تحت، تقفل على العضله جامد وتطلع فوق تفرد، والوزن خفيف مش تقيل، مش لازم تزود اوزان. بعد كده عقبد عندنا الحركه الاخيره في الرجل الخلفي، برضه هتاخدها 4 مجموعات وكل مجموعه من 10 ل 12. بس في حاجه، في جيمات فيها المكنه دي وفي جيمات ما فيهاش، فاللي هي الوان ليج ستاندنج وانت بتعمل كيرل الحركه دي. ففي جيمات وانت بتعمل حركه كده، في جيمات ما فيهاش المكنه دي، فانت يعني بتحاول تغطي على الموضوع ده ان انت بتخش على الليج اكستنشن اللي هي المكنه بتاعت الليج اكستنشن. انت بتقف بالعكس للمكنه، بتحط ايديك، انت مش محتاج ايدك في حاجه، بس انت يعني عشان يبقى في ثبات بتقف على رجل والرجل الثانيه ده لو الجيم عندك ما فيهوش، لكن الجيم لو فيه يبقى انت مش محتاج تعمل اللي انا بعمله ده. يبقى كده ده اليوم الثاني هتخش. تعالى دلوقتي هوري لك ازاي تقدر تمرن صدرك وايدك مكسوره، وازاي تقدر تمرن ظهرك. تعال نشوف دلوقتي يا عبد. انا هوري لك ازاي تقدر تخلي ظهرك شغال، يعني ما تخليش ان ظهرك العضله بتاعته ترتخي او تريح مطرح الراحه عشان سبب دراعك. ففي حركات ان انت ممكن تعملها على الهايبر اكستنشن اللي هو الجهاز بتاع فرد الظهر. دي هتساعد ان العضله من تحت، اهم حاجه اللي هي القطنيه، ما تضعفش، لان العضله دي لما بتضعف بتاثر على جميع المعده بقى ويطلع لك كرش وحاجات كده. فخش على الهايبر اكستنشن، هنخش 3 مجاميع 4 مجاميع لو تقدر، وكل مجموعه 10 عدات. بتنزل لتحت. انا شايف ما بستخدمش دراعي خالص في اي حاجه. تنزل تثبت تحت وتطلع فوق بسرعه وتثبت. عايز تشغل ظهرك كله، اطلع ظهرك مقوس، تطلع من تحت هنا كده وافرد، واقفل كوعك تاني وانزل. انت كده بتشغل الظهر كله. عبد العزيز دلوقتي انا هوريك ازاي تقدر تمرن صدرك، عشان انا عارف ان اغلب الشباب بيبقى حابين ان هم يبقى عندهم الشيست دايما صاحي فايق، العضله بتبقى فايره، فدراعك مكسور. فازاي هتقدر تمرنه هوري لك دلوقتي. في اي جيم في طبعا كيبل كروس اللي هو الكابل السلك، فانت مش هتمسك بالمقبض ده. المقبض ده انت مش هتقدر تستخدمه عشان دراعك، فانت هتجيب الحبل الواسع، المقابض الواسعه دي، هتدخله في دراعك للاخر هنا خالص. هتركب الحزمه في دراعاتك من فوق عشان تتفادى الكسر، وهتقدم قدام. دراعين الاتنين مفرودين، اقفل الشيست وافتح، اقفل وافتح. حاول اجيب لك نفسي بزاويه كده من الجنب. انت بتقفل الكوع للاخر، انا ما بحركش دول خالص، انا دول مش عامل عليهم اي ضغط، مش عامل عليهم اي لود، كل الحركه جايه على الصدر. عايز تلعب صدر عالي ارفع دراعك لفوق، عايز تلعب صدر سفلي نزل دراعك لتحت. بياخد معاك لغايه جوه كده سفلي وكده علوي. ولو تلاحظ انا ما بعملش اي حاجه بدراعي ده او دراعك المكسور عامه يعني. يبقى انت كده عندك يوم رجل امامي، يوم رجل خلفي، وعندك يوم هتاخد فيه الظهر زي ما وريتهولك، وهتاخد فيه الصدر.
ده بالنسبه لعبد العزيز صاحبنا عشان دراعه المكسور ومش عايز يبطل جيم، والراجل يعني حابب انه يفضل مستمر وعنده حافز عالي قوي بسبب جيم ايجيبت انها دايما بتدعمه. فهيبقى فاضل عندك حاجتين تقدر تعملهم في بقيه الاسبوع. هيبقى فاضل عندك كارديو، ولو لفينا بالكاميرا كده ورينا الكارديو وراك. عبد العزيز ما تركزش مع البنات، ها؟ انا بوريك الكارديو مش بوريك البنات. ارجع هنا خلاص يا محترم. هيبقى عندك يوم كارديو وهيبقى عندك يوم تلعب فيه بطن. يبقى انت كده اتمرنت 4 ايام في الاسبوع كله. شكرا، ويا رب يا رب تقوم بألف سلامة وبألف خير. وانا مبسوط جدا ان انت كتبت لي على الصفحة عندي وانا تجاوبت معاك على طول. واي حد عنده اي سؤال او عنده اي استفسار او عنده حاجة منعاه انه يتمرن، يا ريت يكتب لنا على الصفحة بتاعت جيم ايجيبت، واحنا هنفيدك ونقدر نقول لك او نقدر نوصل لنقطة ان نساعدك ازاي تكمل مشوارك. السلام عليكم.